الدنيا ساقعة بقى، تلج تلج تلج، يا رب طوبة ده بقى يخلص على خير. قمت بقى عملت لهم شوية شعرية باللبن كده سخنين وعليهم شوية سكر، انما ايه بقى في الساقعة دي بيدفوا على الاخر. اول حاجة خالص جبت معلقتين سمنة كده ومعلقتين زيت، وحطيت فيهم شوية شعرية، عليهم شوية شعرية. وبعد كده هبتدي بقى اقلبهم كده على النار كويس قوي، وغالية مية علشان بحب اسقيها مية مغلية علشان تستوي كويس وما تكونش معجنة او ناقصة سوا. فبحب استخدم مية مغلية عشان دي بتطلعها ناجحة معايا ومفلفلة وجميلة، ولا معجنة ولا نية. اول حاجة خالص شوحت كده الشعرية كويس اوي وحمرتها، وبعد كده نزلت عليها رفعتها من على النار طبعا، وبعد كده ضفت لها المية المغلية والسكر، وقلبتهم بقى كده مع بعض كويس قوي. بص بقى لقيتها لسه ما استوتش، رحت مزوداها شوية مية كمان. وبعد كده خلاص حضرت الاطباق بقى. اقل من 5 دقايق هتاكلي احلى طبق يدفيكي في التلج اللي احنا فيه ده، بجد تحفة وولادي بيموتوا فيها. غرفت كده بقى اول حاجة الشعرية، بحب ادوب السكر مع الشعرية علشان السكر ما يبقاش حبيبات، يبقى السكر كده دايب فيها ومش باين. وبعد كده رحت نازله عليها بشوية لبن، طبعا اللبن حسب الرغبة، انا زودت اللبن كده شوية وبقت تحفة، مفلفلة ومش معجنة ولا ناقصة سوا ومظبوطة بالملي، والسر في المية المغلية.